السلام عليكم، كيف نتوما لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما شاء الله يا ربي. غادي نعمل معكم كيكه وزائد بانكيك، كيكه بدون بيض وحليب، ان شاء الله تعجبكم، جربوها. والبانكيك ديال السميده، وان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتابعوه. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للكيكة عندي هنايا 2 كيسان ديال العنبة ديال الطحين، 2 معالق ديال الكاكاو المور، 2 ساشيات ديال الخميرة ديال 8 غرام. عندي هنايا معلقة صغيرة ديال سميتو نيسكافي، وقبصة ديال الملحة. عندي كاس ديال العنبة ديال السكر سنيدة. عندي هنا كاس لاروب ديال الزيت، و2 كيسان ديال الماء. هانتوما جبت هاد المول ديال الدجاج. غادي نضيف السكر سنيده، غادي نضيف هاد المعلقه ديال نسكافي، قبصه ديال الملح، وعندي نضيف هاد 2 كيسان ديال الماء. المهم غنبقى نخلطهم حتى تذوب لي داك السنيده مع نسكافي، ونضيف الزيت ونرجع معاكم. بعد ما دابت لي ديك السنيده مع قهوه، دابا غنزيد هاد كاس لاروب ديال الزيت. صراحه كيكه اقتصاديه وزوينه، انا ما نكذبش عليكم، كتحمقني حيت ما كيجيش فيها ديك الزفوريه د البيضات كتجي زوينه. هانتوما جبت هاد الكاكاو مع الطحين، غنخوي عليهم هاد الخميره 2 ساشيات. دابا غادي ندوز معكم باش نغربلهم على هاد الخليط هذا. المهم كنبقى نضيف الطحين هكا بشويه بشويه، وانا تنحرك حتى ندخل الخليط كامل نخلطو نطلق. هانتوما كما كتشوفوا انا الصراحه راه دخلت 2 كيسان ديال الطحين، ولكن كتبان ليا باقا خفيفه شويش. غنزيدها هكا تقريبا 1 المعلقه. هانتوما زدتها 1 المعلقه. كما كتعرفوا النوعيه ديال الطحين كتبقى تختلف. هانتوما هاد الكيكه ديال الماء الصراحه اصلا كتبغي تجي خفيفه هكا شويه، هانتوما باش كتجينا مهاويه وخفيفه من الداخل. صدقوني الصراحه راه معتمده عندنا في الدار، زوينه الصراحه. دائما بنتي كتصاوبها كتصدق من داك الشيء الرفيع. قلت علاش ما نصورهاش معكم، انا اي حاجه كتصدق لي الصراحه وعندي تجربه ديالها في الدار كنقول نشاركها معكم، واخا يشوفوها عسته الناس ما عنديش مشكل. هانتوما اخوتي الخليط كيفاش كيجي. هانتوما راه شعلت على الفران كيسخن. هانتوما من بعد ما خلطتها دابا غادي ندوز باش ندهن المول ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. دابا غادي نصب الخليط ديالي هنايا. هانتوما خوتي الفران ديالي كما قلت لكم راه سخون من قبل. هانتوما صبيت الخليط هنايا. دابا غادي ندخلوها على 175 درجه لمده نص ساعه، ومن بعد ملي طب لينا مزيان من التحت غادي نشعل ليها هكا من الفوق لمده 10 دقائق، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي. حيت انا علاش قلت لكم هكا، حتى نعملها في فران الضوء. بالنسبه اللي عنده فران الغاز يعمل عليها العافيه مهيله، راكم عارفين طياب الكيكه تطلع لينا مزيان، ونشعلوا ليها من الفوق هي الكيكه ديالنا واجده. المقادير ديال لاصوص اللي غادي نعملو فوق الكيك. عندي هنا نص كاس ديال السنيده، نص كاس صوافي شويه ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، قبيصه ديال الملحه، واحد شويه نص معلقه تقريبا ديال قهوه سريعه الذوبان. ثم جبت هاد الغرف لهنا، غادي نضيف كاكاو والقهوه، غادي نعمل السنيده، وغنضيف الحليب. دابا غادي نخلط شويه، وغادي نبقى نضيف الزيت بشويه بشويه. مره ضفتو انا على 4 المرات. ما خوتي لاصوص ديالي كيفاش كطلع غزاله،
كليكم تزوقوا بها كاع التحليات اللي كتعملوا كيكات الصراحه كتجي فنه واقتصاديه في نفس الوقت، يعني ما كنضيفوا عليها لا شوكولات لا كريمه لا والو. هانتوما بسم الله على بركة الله. من بعد ما رديت الكيكه ديالي راها كطيب، راه نرجع نصايب معكم واحد البانكيك كيجيو الصراحه مزيونين كيحماقوا عليهم الوليدات. هانتوما عندي هنايا جوج بنانات مقطعين صغارين، عندي هنايا جوج كيسان السميده، ساشيه ديال الخميره 8 غرام، ساشيه ديال الفاني، نص يطرو د الحليب، عندي هنا جوج معالق سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره، قبصه ديال الملح، عندي هنا بيضه واحده وكاس ديال الطحين. دابا هانتوما غنضيف دابا البنان، غنزيد عليه غير شويه ديال الحليب باش نطحن البنان، عاد نضيف الشي لاخر. غادي نكمل هاد الحليب اللي بقى لي، غنضيف هاد الخميره والملحه، غنضيف هاد البيضه، جوج معالق سنيده، ساشيه د الفاني، الخميره غنخليها حتى نطحن كلشي عاد نضيفها في التالي، الطحين، السميده. هانتوما من بعد ما تطحن ليا مزيان خويتو هنايا في هاد البانيو، دابا غادي نضيف هاد الساشيات الخميره. هانتوما من بعد ما ضفت الخميره د الحلوه، دابا غادي نخليه ما تفوتش فيه 10 دقائق. انا غندوز نجمع شويه الدنيا ونرد المقله ديالي تسخن، وغادي نرجع نطيب، يعني ما نخليوهاش يخمر بزاف. هانتوما بعد ما رديت المقله سخنات، ها هو دابا غادي نبدا نطيب. ولا كانت المقله كتلصق ضروري دهنوها بشويه الزبده، انا عندي مقله ما كتلصقش. بسم الله، غنعملو معي صغيورين. شو تبارك الله كيفاش كيتنفخ، شفتوا؟ نتوما خوتي من بعد ما طابت الكيكه ديالي راها بردات، شت تبارك الله كتجي راطبه وهشيشه هشيشه، عرفتي واحد الدرجه. الا بغيتي تسقيوها قيوله شويه د الحليب وسقيوها، ما بغيتوش ماشي ضروري حيت اصلا خفيفه وهشيشه ما تحتاجش يعني السقوه. هانتوما دابا غادي نعمل لها هاد لاصوص. هذا هو شكل نهائي الفيديو ديالنا من بعد ما وجدت الكيكه والبانكيك. تبارك الله الكيكه جات غزاله صدقوني، وجات ناقصه حتى الحلاوه. هانتوما عملت ديك لاصوص من الفوق وعملتها بشكل عشوائي هكا بفرشيطه، عملت ديك خطيطات، رشيت عليها شويه كوكوط، التسوا كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. انا غنقطع معكم الطريف وتشوفوا تبارك الله جات هاشه وزوينه. وانا قلت كما قلت لكم حتى الناس اللي ما عندهمش مع الحلاوه جات ناقصه السكر بزاف وجات زوينه. وكما كتعرفوا الوليدات كيعجبوهم هاد التويشيات بحال هيدايا وهشيشه. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله. وزائد البانكيك باللوغو ديال البنان رائع بالنسبه للفطور بالنسبه للعشيه. وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ديروا لايك، خلوا كومونتير زوين بحالكم، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.